فيلمنا بيبدأ مع الناس العامة وهم بيبدأوا رأيهم بخصوص الجزيرة اللانتهائية، وفي ناس منهم بيعتبروا المكان ممكن يتخلصوا فيه من النفايات، وبيكون قصدهم بالنفايات هو المجرمين اللي ارتكبوا جرائم بشعة واتحكم عليهم بحكم معين. وبيتسأل الناس هم ليه هيدفعوا ضرائب عشان يساعدوا بيها المجرمين بدل ما يتعادموا بحبل المشنقة. وعشان نفهم القصة بنسمع عن الماضي من 30 سنة لما كانت عقوبة الإعدام غير مصرح بها بشكل دستوري، والحكومة الأمريكية هي اللي أعلنت عن ده. وبعد 18 شهر عمل سكان الولاية كاليفورنيا تصويت لنزم المجرمين اللي محكوم عليهم بالسجن المؤبد، ونزم ده هو اللي معروف بالجزيرة اللانتهائية. وهناك بيعيش المساجين بشكل حر في مكان منعزل خاص بيهم، وبيكون كلهم مشتركين في حاجة واحدة، وهي إنهم عملوا جرائم قتل من الدرجة الأولى. وبتبقى وسيلة تواصل المساجين مع العالم الخارج لما الشرطة بتجيب مجرم جديد للجزيرة، وأول لما بتجيب تموين زي أكل وشرب وملابس المساجين. وما بيكون في الجزيرة حراس أمن ولا مباني لعزل المساجين عن بعض ولا حتى قوانين تحكم ما بينهم، ومع ذلك بيبقى إنهم يقدروا يهربوا من الجزيرة لأن في هناك سفينة بتطوي على مدار 24 ساعة حوالين المدار اللي بيتمشي فيه مركب وبيوصل التموين للمساجين، في حين أن باقي الأماكن حوالين الجزيرة في البحر متغلقة بقنابل متفجرات لو حد عام أو طاف بمركب عليهم. وبيكون في 21 خيار للمساجين غير بيعيشوا حياتهم على الجزيرة أو الموت لو حاولوا يهربوا منها. وبيشوفوا مجموعة من المزعمين قائمة عليها أسماء المساجين بالجرائم اللي ارتكبوها، واللي منهم واحد اسمها كارمان محكوم عليها بالإعدام وهتعيش حياتها على الجزيرة. ولما بتوصل كارم للجزيرة بتشوف جثث كتيرة على شاطئ الجزيرة. بتقابل ميلفورد اللي كان دكتور قبل ما ينتهي الجزيرة، وبيحكي لها ميلفورد عن تاريخ الجزيرة وعن المساجين اللي عايشين عليها، وبيقول لها إنه كلهم قتالين ما عدا هو. وفي تاني يوم بتطلع كارمان لتل وبتشوف قرية صغيرة، ولما بتروح القرية بتقابل مونكو وبابي وبيتعدي منهم عليهم قدام المساجين كنوع من الترحيب بيها في الجزيرة. وبتعيط كارمان وبتطلب من حد يساعدها، لكن ما حدش بيتحرك ويفضلوا يتفرجوا عليها. وبتقابل كارمان 3 بنات الوحيدين على الجزيرة، وبيقولوا لها إنها ملك لكل راجل على الجزيرة وإن كارمن بتكون زيهم، وبيقولوا لها إن بوبي ومون هما اللي بيديروا المساجين على الجزيرة. وما بتصدقش كارمن إن كلام البنات، وبتقول لها إنها هتقدر تهرب من القرية. وفي تاني يوم لما بتشتغل البنات في الحقل بتسأل كارمن البنات هل في حد يقدر يتصدر بوبي ومونك قبل كده ولا لا، وبيسعى اللي يحاول يقف ضدهم قبل كده وماتوا. وبيتخانق واحد اسمه سونتو مع 2 من المساجين بسبب انهم حاولوا يعرضوا ميه للشرب على واحدة مع البنات. وبيتدخل مون وبيقول في الخناقة، وبيقول بوبي ان البنات مش هيعملوا شغل الحقل بعد كده، وانهم هيبتدئوا في بناء مخزن ابتداء من النهارده. ولما بتشتغل البنات وبتتغرق كارما في الايديا وبيعالج هيرفور جرح على انها كانت دكتور. وبتبقى كارما متضايقة منها لان ما حذرهاش من اللي ورا التل. وبيبقى قصدها اللي قرية بوبي وموت، وبيقول لها ميلفورد انه عمل لها جميل كانت هتموت لو ما كانش قابلت باقي المساجين. وبيشوفها مولكو وبيزعل عليها، وكارمان عشان ترجع وتشوف شغلها بالليل بيروح مولكو لأوضة البنت وبيقول لها انه هيشتغلوا بالليل كمان. وبيقول لهم على اسماء الرجال اللي كل واحد منهم هتكون معاه الليلة لوحدها. وبنعرف ان واحدة هتكون مع راجل واحد بس، وبتكون واحدة من البنات اسمها باني محجوجة لبودي. وفي تاني يوم لما البنات بيغسلوا الهدوم الوسخة في البحر تحت رقابة المساجين بيحذرهم واحد منهم اسمه ديرين إنهم يخلصوا الغسيل بسرعة، لأن في مجموعة من الرجالة عايزين يخطفوهم. إن المجموعة دي يطردوا من القرية عن طريق بوبي، وإن يصدر قرار بقتلهم لما حد يشوفهم. وبتستغرب البنت ليه بانيو ويتكلمش نهائيا، وبيبقى ما فيش حد عارف السبب. وفجأة بتظهر مجموعة اللي حذر بيهم ديرين البنت بأنهم بيقتلوا مجموعة الاتنين اللي بيحرسوا البنات. وبيهربوا واحد من المجموعة ولكنه كان جاسوس في القرية. بينمر وبتقعد البنات مع مجموعة وهم مخيمين حوالين النار، وبيشوفوا لحمة واحدة من المجموعة اسمها كالباس، وبيكون هو القائد. وبالليل بيتخانق دير مع واحدة من المجموعة كان بيهزر مع واحدة من البنات اسمها جوي. وبعدها بيحاول دينا انه يغتصب جوي. بتسمع المجموعة صوت صراخ جو بينقذوها. وفي تاني يوم بتستعيد مجموعة رحالة وبتستعرض كارميل لأنهم حيسيبوا البنت وحيمشوا من غيرها. وبيقول لهم واحد اسمه إيجي إنهم حيتقابلوا مرة تانية المجموعة عن بعض وبيتحركوا في اتجاهات مختلفة. وبتكون كارمين مع إيجي وبتديله سكينة بتاعتها، وبتسأله ليه المجموعات واخدة البنات من بوبي، وبيقول لها إنه ما يحبش يصطاد السمك لوحده ويبقى قصده إنه معجب بيها. ولما بتستحمى جوه في بحيرة بيشوفها ديلين، وبتروح جوه معاه لمكان فيه عشان ديباير، وبتخلي ديباير تجري ورا ديلين لحد لما بينزل في المية عشان يحمي نفسه. وبيشوفوا باقي المجموعة وبيضحكوا عليه. وفجأة بيظهر ممكن مع مجموعة وبيهاجموا مجموعة كلباس، وبتحصل بينهم مواجهة عنيفة.
وبيحاول شوية من مجموعة كلبس إنهم يهربوا وبينصبوا في فخ. يلاقي حد من الرجالة ممكن يطاردهم، وبيقع واحد من رجالة بوبي في الفخ وبيموت. وبيشوف ممكن اللي حصل وبيحكي لبوبي وبيقول له على الناس اللي ماتوا، وبيقول لبوبي إنهم لازم يقتلوا مجموعة كلبس. وبالليل بتحاول كارمن واتنين من مجموعة كلبس إنهم ينقذوا حياة واحد منهم اسمه كيكي. يصاب إصابة شديدة ومع الوقت بيموت بسبب النزيف. وثاني يوم بيتخطط مجموعة لطريقة يتخلصوا بها من مجموعة بيبي، وبيصنعوا قنابل عشان يستخدموهم في طائرتهم. وبينقضوا قصة كيكا. وبيصنع بوبي جهاز راديو وبيعرف إن فيها سفينة جاية للجزيرة. وبتشتغل مجموعة كلبس على صنع قنابل وبيستخدموا مواد طبيعية في أعمال التحضير. لما بيكونوا مشغولين بيظهر واحد من رجالة بوبي سمتير وبيهاجم باقي، وفي هي لوحدها وبتغسل جسمها تحت الشلال. وبيقبض عليهم وممكن عليهم لما بينقذها من تيل. وبيكون تيل لوحده وبيشوف واحد من مجموعة كلبس وبيتخانقوا مع بعض. وبيموت تيل لما بيطعنوا في ظهره. وبيقربوا بيموت إنهم يستخدموا باني كمطعم عشان يحصلوا على التمويل من المركب. وفي تاني يوم وبتحاول كارمن واحدة من البنات إنهم ينقذوا باني وبيزعلوا عليهم وهي مربوطة وبتتجاهل من بوبي عقاب. وفي تاني يوم بيكون المركب في طريق الجزيرة وبيشوفوا باب المركب ويستخبى بسرعة مع مجموعته. وبيكون المركب عليه 3 ضباط واللي بيساعدوا عشان ينقذوا التموين من العوام، عارفين إن في واحد من رجالة بوبي بيعوم وهو في طريقه للمركب وبيهاجم الراجل الضابط اللي على المركب وبيقتله وبيستخدموا سلاح الضابط وبيقتل بيه الاتنين تانيين. وبتاخد مجموعة بوبي الأسلحة من جثث الضباط، وبيقتل بوبي واحد من المساعدين بعد لما تعرض للتهديد لمجموعة كلبس للشاطئ. وبيحاول ياخد التموين لنفسه. وتغرق باني من مخبأها وبتروح لمجموعة كلبس ويتكلم لأول مرة وبتقول إنها عايزة ترجع لبيتها. وبتخيم مجموعة مع بعض وبيقول لهم بالفوز المهتم بالقتل بسبب فشله في علاج المريض عنده. ولما بيعمل كده عملية في الفخ والمخ بيقول إنه مفيش عايز يخرج من الجزيرة لأن الحياة برا ملهاش كتير. وفي تاني يوم بتستعيد مجموعة كلبس الهجوم على بوبي، ورجالته بيوصلوا قرية بوبي ولكن بوبي ما بيكونش موجود. وبتتفرق مجموعة كلبس عشان يجهزوا للهجوم بتاعهم. وبتروح جوي مع باني وديرين لموقعهم وبتقول له جوي لباني إلا لما تشاور لباني بالقماش الحمراء لازم باني تولع في القنابل وترميها في الهدف بتاعتها. وتبدأ مجموعة في قتل الرجالة وبوبي بتنضم لهم جوه في القتال مع واحد من مجموعة اسمه كارنيل، لكنه بيتحاصروا مع 4 من الرجال بوبي واللي بيقتلوا كارنيل. وبيقتل بوبي ناس كتيرة في مجموعة كلبس واللي بيستخبوا في الأشجار ويفتكروا في طريقهم لقتل بوبي. بيسألوا واحدة منهم اسمها ليه عن عدد القنابل اللي لسه معاهم. بتاخد أنبوبة منهم وبتجري بيها عشان تفجر خيمة من خيم، ولكن قبل ما بتقدر إنها ترجع لمجموعتها بيقتلها بوبي ويتشاور جوي الباني بالقماش الأحمر عشان تحدف القنابل، لكن باني بتكون مصدومة وما بتتحركش من مكانها أو تعمل حاجة. فبيحاول ديلا إنه يروح لها عشان يساعدها ولكنه بيصاب بطلقة في ديلها. وبتجري بانير ديلين ولكن هي كمان بتتصاب بطلقة في دراعها وبتقع على الأرض. وبيتحرك من الفوز عشان ينقذ باني وهو بيجري من الأشجار وبيتفادى طلقات بوبي. بيوصل من الفوق للقنابل واللي بتكون عبارة عن برميل مادة قابلة للاشتعال وبينشئ سائل للمكان اللي بوبي فيه وبيولع من الفوز في السائل. بيتفجر المكان اللي بيجري فيه وبيجري بوبي وجسمه بيولع. وبتروح جوي مع باقي المجموعة القرية وبيشوفوا ممكن لقينه يتحرق وهو بيصرخ وبينادي على بوبي وبيعدي شهر. وبيكون واحد من مجموعة كبس بيحاول وبيدي اللبن اللي جوه اللي بقت حامل. وبيكون شغال معاهم بيشتغل براميل مادية رغم انه عمل وتوصل باني مع ملفوظ للشاطئ هناك. وبتطلب منهم الشرطة انهم يسلموا ملفوظ عشان اصدرت المحكمة قرار باعدامه الحكم عليه، ولكن ملفوظ ما بيظهرش نفسه وبيخلي الشرطة تفتكره مات. وبيقول لباني انه مش عايز يخرج من الجزيرة لانها بقت بيته. وبتجيب الشرطة مجرمة جديدة للشاطئ وبيقابل ملفوظ مع بانيو بيتعرفوا عليه وبيرحبوا بيه على الجزيرة.